وكرة رائعة. عشاق قناة هل تعلم الرياضية في كل مكان، السلام عليكم. الشرطة الإيرانية تعتقل شبيه ليونيل ميسي. كاد الشبه الذي يجمع بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والإيراني رضا بارازيتش أن يقود هذا الأخير إلى السجن في عطلة نهاية الأسبوع. فقد تجمع العشرات حول بارازيتش خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة همدان بغرب إيران لالتقاط صور سيلفي معه والاحتفاظ بذكرى الشبه الكبير الذي يجمعه بأفضل لاعب في العالم 5 مرات. وفي ظل الإخلال بالنظام العام الذي سببه تحلق الناس حوله، اضطرت الشرطة إلى اقتياده إلى مركز لها وحجز سيارته لحل المشكلة. ويشبه بارازيتش 25 عام ميسي 29 عام، لدرجة أن وسيلة إعلامية أوروبية استخدمت قبل فترة صورا له باتت متداولة بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لترافقها بخبر عن النجم الأرجنتيني عبر حسابها على موقع تويتر. وبدأ اسم بارازيتش ذو اللحية البنية بالتداول في إيران ولاحقا في دول عدة بعد إلحاح والده عليه قبل أشهر لينشر عبر مواقع التواصل صورة له وهو يرتدي قميص برشلونة الرقم 10 العائد لميسي. وقام بارازيتش بإرسال هذه الصور إلى مواقع إلكترونية رياضية. ووفقا لتصريح رضا الذي أوردته AFP، أرسلتهم ذات ليلة، وفي الصباح التالي بدأت هذه المواقع بالاتصال بي وطلب إجراء مقابلات. وعلى رغم تردده بداية، ارتدى بارازيتش تدريجيا عباءة شخصيته المكتشفة، واعتمد قص شعره مشابها لميسي، وبات غالبا ما يرتدي قميص اللاعب أثناء خروجه إلى الشارع. ويبدو أن الاستراتيجية لاقت نجاحا منقطع النظير، إذ بات بارازيتش محط استقطاب وسائل الإعلام، وتلقى أيضا دعوات لعرض الأزياء. ويوضح: بات الناس يرونني فعلا مثل ميسي الإيراني، ويريدونني أن أقلد كل الحركات التي يقوم بها. عندما أخرج إلى مكان معين يصاب الناس فعلا بالصدمة والذهول. وتحظى كرة القدم بشعبية واسعة في إيران، أكان على صعيد المنتخب الوطني والأندية المحلية أو مباريات البطولة الأوروبية الكبرى. ويقول بارازيتش إن مشجعي كرة القدم الذين يرونه في الشارع يتوقفون لالتقاط صور شخصية سيلفي معه، مضيفا: أسعد لأن رؤيتهم لي تجعلهم مسرورون، وهذه السعادة تمنحني الكثير من الطاقة. وعلى الرغم من حبه ومتابعته لكرة القدم، إلا أن بارازيتش لم يزاول اللعبة على مستوى محترف، ويجد نفسه حاليا مضطرا لاكتساب بعض مهاراتها ليتمكن من أداء دوره المستجد بشكل أفضل. يحتفظ بارازيتش بذكرى مؤلمة من كأس العالم عام 2014 في البرازيل، عندما قضى الهدف الذي سجله ميسي في الدقيقة 91 ومنح به التأهل للدور 16 لمنتخب بلاده على حساب الجمهورية الإسلامية. إلا أن ألم هذه الذكرى ليس فقط كرويا بل عائليا. ويقول بارازيتش إن والده استشاط غضبا إثر المباراة، اتصل بي وقال لي أن لا أعود إلى المنزل، لماذا سجلت هدفا ضد إيران؟ قبل أن يضيف ضاحكا: قلت له لكنني لست أنا من سجل الهدف. ويأمل بارازيتش حاليا بأن يحظى بفرصة لقاء نجمه المفضل، وربما الحصول على وظيفة تتيح له مساعدته والبقاء قريبا منه. ويوضح: كونه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، الأكيد أن لديه كمية من العمل تفوق قدرته على التحمل. يمكنني أن أمثله عندما يكون كثير الانشغال. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم الرياضية، فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قنوات هل تعلم.